تخيلتش ان الاقيها موجوده هنا في الممشى، عشان اسهل عليكم لما تيجوا ممشى سكوير 1 تتصوروا فيها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. جايبالكم بقى حته مكان عشان تيجوا هنا تقضوا يوم يا فطار يا سحور يا ان بتوين، وتشوفوا خيمه رمضانيه وبوجي وطمطم وحاجات كتير حلوه قوي. يلا بينا. ممشى سكوير 1 مليان اماكن حلوه جدا للتصوير تقدروا تتصوروا فيها. انا واقفه في الطاحونه طلعت واتصورت، وانتوا كمان تقدروا تطلعوا وتاخدوا الصور اللي انتوا عايزينها. يا جماعه دي انا متخيلتش ان الاقيها موجوده هنا في الممشى. انا لقيت هنا بيوتي صالون للرجاله، بصوا كده معايا عامل ازاي. طبعا من المطاعم المشهوره قوي اللي موجوده هنا في ممشى سكوير 1 هو كبابجي عمر الرفاعي، بيعمل فطار شرقي خطير. اللي ما تخيلتش بقى ان الاقيه هنا في ممشى سكوير 1 هو سمان عبله. واللي ما يعرفش سمان عبله هو احلى بجد سمان في مصر. هو موجود في منطقه كرداسه بس فتح هنا في الممشى في اكتوبر. وانا بتمشى في ممشى سكوير 1 لقيت مكان اسمه ابو علي، هو كافيه وريستوران متخصص في الاكل الشرقي. لفت نظري قوي هنا. الصور دي تقدروا تاخدوها عشان احنا كمان في موسم الكبير، وموجود هنا كمان ماجد الكدواني، فالمود هنا رمضاني ولذيذ جدا. تقدروا تيجوا تقعدوا وتاكلوا او تفطروا او تتسحروا. بعد شويه كده كلنا هنزهق من الاكل الشرقي وهنحب نروح ونفطر حاجات زي السوشي الياباني. فهنا في الممشى مان السيوش ده، وجايبين براند اسمه شيما يعمل سوشي واكل جابانيز يجنن. عارفين لما تبقوا وسط ممشى كده طويل عريض ومليان براندات وتحبوا تقعدوا في الركن البعيد الهادي؟ انا جيت هنا اروما، عجبني قوي الديكور بتاعه حلو ولذيذ، وهو برده كافيه وريستوران. من ضمن الديكوريشنز اللي عندهم حلوه قوي للتصوير، انا بوريها لكم اهو عشان اسهل عليكم لما تيجوا ممشى سكوير 1 تتصوروا فيها. ست الحته هو لبناني، وعاملين حاجه حلوه قوي ان الفطار للفرد ب 150 جنيه، وهم كاتبين اهو نص فرخه كفته او شيش طاووق ومعاهم مشروب رمضاني صوبيا او تمر ب 150 جنيه بس. وكمان قعدته لذيذه قوي. من اماكن التصوير الحلوه هنا عند الساقيه. كمان هنا موجود اكسبشن وعامل قعده حلوه جدا. واللي ما يعرفش اكسبشن تعالوا اوريكم هو ايه. اكسبشن محل حلواني مشهور بحاجته الحلوه في رمضان والغير رمضان كمان. عندهم كمان خيمه المسحراتي، دي خيمه رمضانيه للسحور. بصوا الديكورات بتاعتها لذيذه ازاي. عندهم كمان هنا منطقه العاب اسمها سكوير بارك، مليانه العاب حلوه من اللي احنا نعرفها. وعندهم كمان في ار. نرجع بقى لايام الشقاوه ونلعب السيارات التصادميه، نلعب وناخد دريفتات بالعربيات زي زمان. كمان هنا عند سكوير بارك تقدر ان انت تاخد موتوسيكل هارلي كده وتتمشى بقى بيه في الممشى، وكمان في سكوتر كهرباء. من ضمن الخدمات الغريبه اللي لقيتها هنا وانا بتمشى في ممشى سكوير 1 هي مكتبات الوديان. والمكتبات دي موجوده فيها تقريبا كل حاجه خاصه بقى اللي لفت نظري بالرسم. لف كده في المكتبه هنا جوه لقيت النوتس دي، النوتات دي. بصوا النوتات دي فيها البابل دي بتاع ازاي كفر الموبايل وكده، الوانها حلوه قوي. اوريها لهم. وانت بتتمشى في الممشى كده هتحب حاجه تتسلى فيها. فانا بتمشى لقيت شقلبه بيعمل بقى غزل بنات وبوب كورن وزلابيا، فانا اخترت زلابيا وعليها شوكولاته، وانا هاكل مش قادره. يلا نكمل. استنى هشرب، لقيت قله. استنى. والله لا اشرب ميه القله غير بجد غير. القله دي هتلاقوها فين؟ هتلاقوها في رغيف عوف. رغيف عوف كونسبت مش عارفه منكم سمع عنه ولا لا، هو موجود هنا في الممشى. اي حاجه في رغيف. متميز جدا ان هو بيعمل العيش بتاعه مخصوص، يشبه كده عيش الصاموله شويه، هو بين الفينو وبين الصاموله مش عارفه. بصوا بقى معايا الفايبس كده اللي هينزل لكم الحاجه. لابس اوتفيت حلو جدا ولذيذ، وفي طربوش ومعاه براد وبينزل براد شاي. وانا قلت لهم اعملوا لي اخبزوا لي العيش بتاعكم ده عشان اجربه هنا قدامكم. افتحوا، هو بس مش سخن قوي، وهو بيبقى شكله كده. عارفين العيش الشمسي؟ بين العيش الشمسي والعيش الصاموله والعيش الفينو ميكس كده لذيذ قوي ومالي مركزه وتقيل. اخد بقى كوبايه الشاي دي هنا في رغيف عوف واكمل معاكم بقيه الممشى سكوير 1. واحنا بنتمشى بقى لقينا اي سام ستور، ده محل خدمي لجميع خدمات الموبايلات والاكسسوارز. وانا ماشيه بقى كده لفتت نظري ريحه البخور. المكان هنا اسمه كازانوفا، موجود برده في الممشى، وبيقدموا قهوه عربي اللي هي القهوه الصفراء ومعاها التمر. طبعا اللي سافر الخليج عارف ايه هي القهوه العربي، بتبقى طعمه قوي مع التمر. ده شاي كرك. انا في مكان اسمه عوافي موجود في الممشى برضو. المكان ده فلسطيني والمنيو بتاعه فلسطيني، منسف مقلوبه على اصولها ومناقيش، كله هنا بايادي فلسطينيه اصيله. هشرب الشاي كرك ده واكمل مشي في بقيه الممشى. بصوا هم قالوا لي استني هندوقك قطايف بقى بايادي فلسطينيه. انا قلت ليه يعني استنى، كفايه شاي كرك، بس دقتها رهيبه. خطيره. عندهم كمان هانتر
فرايد تشيكن. وانا ماشيه كده في سكوير 1 لقيت امارينا، وامارينا ده انا كنت مصوره عنده في فرع الزمالك مشهور بقى يعني بالمرايه الكبيره اللي كلنا بنتصور عندها. لقيت مصطفى وهو اللي كان بيصور معايا في فرع الزمالك. دخلت بقى ايه هنا جوه البابلز اللي موجوده دي وعليها خيامات رمضان في ده برضو مكان موجود في الممشى. خلصنا فطار وشربنا الشاي واتمشينا وركبنا سكوتر. نيجي بقى ايه نشوف هنغير العربيه نشتري عربيه جديده. هنا موجود معرض زمزم فيه انواع عربيات كتيره، وانا بحس بقى كل زوج يحلي كده ويجيب لزوجته او حبيبته عربيه من هنا. من هنا زيد الشام دي محمصه مكسرات حلويات وقهوه. انا من فاكتوري ده الفرع الرابع ليه موجود هنا في ممشى سكوير 1. ده مكان جديد لسه فاتح في الممشى اسمه لوكس، ولوكس بالتركي يعني فخم. لوكس حلواني وكافيه متخصص بقى في الحلويات التركيه، واللي اشهرها الباكلافا بالفستق. ندوقها بقى معاكم، ودي باكلافا القصر او بالاس باكلافا هنشوفها دلوقتي. هي عملاقه قوي وريحتها حلوه قوي ومليانه فستق كتير قوي، حلوه قوي. ومن اكتر اماكن السحور شهره موجود هنا برضو في ممشى سكوير 1 هو الشبراوي. من الكافيهات اللذيذه قوي هنا كافيه اسمه وينك، قعدته ظريفه جدا. اول لما تدخل من جيت 2 في ممشى سكوير 1 هتلاقي مكان بيعمل تحف فنيه من الكيك. المكان ده اسمه لافي لوف. وهنا في الممشى ما نسيوش عشاق الايطاليان بيتزا والباستا، وعاملين مكان اسمه بيتزيكا موجود هنا في ممشى سكوير 1. من الكافيهات اللذيذه اللي عديت عليها وفي وشكوا في جيت 2 تيالامنتا. بعد ما اكلنا بقى وفطرنا وحلينا وشربنا الشاي والقهوه، نيجي نحرق هنا بقى كالوريز كتير في البادل تنس. قام كمان دوره رمضانيه، وعلى فكره سعره حلو جدا. كانت تجربتي النهارده من ممشى سكوير 1 جنب نادي الصيد. الممشى طوله كيلو، موجود كمان في تراك للعجل والسكوتر، وزي ما قلت لكم في هارلي وفي حاجات كتير وفي خدمات كتير وفي اماكن ومطاعم كتير. هتيجوا وتتبسطوا كمان، ولادكم هيلعبوا لان في بارك كبيره زي ما قلت لكم. بس كده، باي باي.